طبعا اليومين اللي فاتوا حصل مشكلة بتاعة الخطوط دي، كل واحد فينا بحث بالاسم بتاعه او الرقم القومي بتاعه، فلقي اللي عليه 3 خطوط و4 خطوط و5 خطوط مش بتوعه. في الفيديو ده هقولك ازاي تستعلم بالرقم القومي بتاعك او بالبطاقة بتاعتك بطريقة سهلة مش هتاخد منك اي وقت. ولو عايز تسجل بالحساب ده هيظهر لك فيديو دلوقتي اسمعه بيعرفك ازاي تسجل الدخول بالبرنامج ده. وما تنساش الدعم بتاعك باللايك والشير والاشتراك في القناة. ويلا بينا نخش على الشرح، يلا بينا. اول حاجه بتيجي على البرنامج، تمام، زي ما انتم شايفين كده بيظهر معانا الواجهه دي، تمام. طبعا زي ما قلت لك هتلاقي فيديو ظاهر بيعرفك ازاي تعمل تسجيل دخول بطريقه سهله مش هياخد منك اي وقت خالص. بعد كده بتيجي على الخدمات، تمام، بعد كده خدماتي، بعد كده ارقامي، بعد كده بتدوس على كلمة استعلام، بتدخل الرقم القومي بتاعك هنا بتاع الشركة بتاعتك او البطاقة بتاعتك، بس لازم يكون البطاقة بتاعك لازم يكون مسجل عند الشركة هناك، فهيظهر لك جميع الارقام زي اللي ظهروا قدامك على الشاشة. كده بإذن الله نكون عرفتك الطريقة. ما تنساش بقى الدعم بتاعك باللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة، سلام.